اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد. دوسي لايك للفيديو، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده الفول بالطحينه والزيت الحار، حاجه كده احلى من بتاعه المطاعم. هجيب كميه الفول بتاعي، طبعا بتجيبي فول ساده ما فيهوش اي حاجه ولا زيت ولا طحينه ولا بهارات ولا اي حاجه، فول عادي جدا من القدره. بيحطهولك كده في كيس، على حسب بقى انت جايبه كيسين، كيس، 3، الكميه اللي انت هتقدروا تاكلوها او اللي انت بتعمليها عموما. هحط عليها معلقتين من الطحينه، طبعا بصوا الكميه اهي. هحط عليها معلقتين من الطحينه الخام، معلقتين مش اكتر. وهبدا ان انا احط الطحينه بتاعتي كده، هي تقريبا العلبه ما فيهاش غير المعلقتين دول. هنزل كده بالمعلقتين بتوعي، طبعا دي طحينه خام. قلت لكم قبل كده بنجيب الطحينه الخام، بنجيبها من السرجه او من عند العطار او من السوبر ماركت. بتبقى في السوبر ماركت علب كده مغلفه، طبعا بدون ذكر اسامي. لكن احسن حاجه انا جبتها وجربتها هي كانت السرجه. السرجه دي زي ما قلت لكم بيتباع فيها الزيت الحار وبيتباع فيها الحلاوه والطحينه والكلام ده كله. هحط بقى فصين من الثوم مهروسين. اعملي الخطوات اللي انا هعملها دي بالظبط وهتاخدي احلى فول بتاع مطاعم، احلى فول ممكن تاكليه في الدنيا. يعني حتى كمان المطعم مش هيعملهولك بالطريقه دي. كل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بقلب كويس الفول في الطحينه بتاعتي تقليبه كده كويسه، وبعد كده هجيب عصره ليمون، يعني ليمونه واحده مش اكتر، وهبدا اعصرها على الفول بتاعي. وبرده هبدأ اديله تقليبة. ليه التقليبة اللي انا بديها له دي؟ علشان عايزة الفول يتطعم الاول بطعم الطحينة وبعد كده بالليمون، وبعد كده هنبدأ بقى نحط البهارات بتاعتنا، واخر حاجة هنحطها الزيت، علشان الزيت بيعمل زي عازل فما بيخليش الفول يتطعم كويس من الطحينة. هبدأ اقلب، بصوا بالطريقة دي كده بمنتهى السهولة. وهبدأ اقلب كده كويس قوي، وبعد كده بقى هبدأ احط البهارات بتاعتي. بصوا وانا بقلبه مش بقلبه عادي، وانا بقلبه بهرس الفولة كويس قوي. بصوا بالشكل ده، شايفين؟ اهم حاجة وانت بتقلبي تهرسي الفول كويس قوي. طبعا احنا شايفين ان الطحينة اكتر شوية، احنا بنحب الفول الطحينة فيه تكون زيادة. ده بيرجع على حسب انت بتحبيه ازاي. في ناس ما بتحبش اصلا الطحينة فبيكتفوا ان هو بالزيت الحار، فده بيرجع انت بتحبي الحاجة عاملة ازاي. ورجعت لكم تاني بقى وبعدنا شويه عن الدوشه ديت، وتعالوا بقى نكمل الفول الجميل بتاعنا. زي ما قلت لك بنقلب الفول كويس في الطحينه، وكل ما تحطي حاجه قلبيها كويس. يعني ايه؟ زي ما احنا حطينا في الاول كده الفول، وبعد كده حطينا عليه فص الثوم وبدأنا ان احنا نقلب الفول في الثوم، وبعد كده حطينا الطحينه وبدأنا نقلب الطحينه في الفول وفي الثوم. تمام. الحركه دي بتخلي الفول يتطعم بالطحينه حلوه قوي قوي، لان الزيت عازل او بيبقى عامل عازل شويه، فما بيخليش الفول مطعم قوي زي ما تحطي كده الطحينه وتقلبيها مع الفول. طبعا حطيت الزيت وهبدا بقى اقلب، وانا بقلب هبدا ان انا اهرس برضو الفول كويس قوي. لما تيجي تعملي الفول كمان اعمليه في طبق يكون واسع شويه عشان تاخدي راحتك وانتي بتقلبيه. لو انتي مش بتعرفي يعني تهرسيه بالمعلقة او بالشوكة، ممكن تجيبي الهراسة تهرسي بيها، كله بيدي نفس النتيجة. خلاص. كمية الطحينة عندنا زيادة، كمية الزيت الحار زيادة. لو انت بتحبي بقى الفول بالزيت الحار والطحينة يبقى انت الوصفة دي جايالك. هبدأ بقى اقلبه كويس كده، وكل اللي انا هحطه ملح وفلفل وكمون وشوية صغيرة من الشطة. شوية الخل اللي انا حطيتهم دول حطيتهم علشان الطحينة. خلاص. انا حطيت بمعدل كده ربع معلقة صغيرة من الخل عشان يبقى فيه مزازة كده عشان الطحينة، وربع كوباية المية اللي انا حطيتها علشان الطحينة خام فتقيلة، عشان افك معايا الفول وتشوفوه ما يبقاش تقيل وما يبقاش مكتل. زي ما قلت لكم حطيت ملح، فلفل اسود، كمون، وحطيت شطه. شوفي بقى ايه البهارات اللي انت بتحبي تحطيها حطيها. في ناس بتحب تحط كمون بس، اللي بتحبي تحطيه حطيه. شويه فول مش ممكن هتجيبيهم من المطعم بالطعم ده لو انت عملتي الوصفه دي زي ما انا بعملها. مستحيل
تجيبيها بالطعم ده. انا بعمل كمية وبحطها عندي في التلاجة في علبة بلاستيك، لما حد بيطلب مني سندوتشات في العشاء في الفطار بعمل وديهم حاجة في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو فاتكم، جربوا الوصفة دي ومستنية تعليقاتكم. اشوفكم في فيديو جديد على خير، سلام.